فيلمنا بيبدأ مع مارتيسيا اللي بتخرج من بيتها هي واتنين تانيين وبيتمشوا في الشارع، ولما بيشوفهم الناس بيهربوا منهم وبيفضلوا ماشيين لحد لما بيوصلوا لحفل الزفاف. وبيظهر جوميز اللي بيكون بيدور على الخاتم بتاع الزواج عشان يقدمه لمارتيسيا، بس بتيجي الايد وبتديله الخاتم وبيبدأ مراسم الزواج. وبيجي فجأة الناس وبيطلبوا برحيل العيلة كلها، والعيلة دي هي عيلة ادمز. وجوميز بيهرب هو ومارتيسيا عشان يروحوا يدوروا على بيت تاني يعيشوا فيه، وبيركبوا عربيتهم وبتبدأ الرحلة. وجوميز بيسأل مارتيسيا عن سبب حزنها، وبتقول له انهم لازم ما يفضلوش هربانين للأبد لانها عاوزة تكون عيلة ويبقى عندهم بيت كبير. وجوميز بيوعدها انهم هيلاقوا البيت وهيحقق لها كل احلامها. والايد اللي سايقه العربيه بتخبط شخص في الشارع، وبينزلوا يطمنوا على الشخص ده. فمارتيسيا بتشوف بيت مخيف فوق الجبل، وبتقول له ان هو ده البيت اللي بيدوروا عليه. وبيفوق الشخص اللي خبطوه، وجوميز بيديله الشنط وبيمشوه وراهم، وبيوصلوا للبيت المهجور. والبيت بيكون مرعب جدا، بس هو بالنسبه لهم هو ده بيت احلامهم. وبيسمعوا صوت مرعب جدا وبيقول لهم انهم يمشوا، بس هم مش بيخافوا، بيقرروا انهم يستقروا هنا وبيعيشوا في البيت وبيكونوا عيله ادمز. وبعد 13 سنه مارتيسيا بتفتح الشباك وبتكون الاجواء مرعبه، بس هي بتكون سعيده لان ده الوقت المفضل بالنسبه لها. والصوت المرعب لسه بيطاردهم وبيقول لهم يمشوا، بس خلاص هم اخدوا على كده. وبتقول للارتش الزومبي يحضر الفطار. والشجره المسحوره في البيت بتصحي اولادهم وينزداي وبوجزل، اولاد مارتيسيا وجوميز. وبيرمي الفاس على اخته، بس هي بتمسكه وما بتكونش بتخاف زي مامتها. وبتقول له انهم عاوزين يعملوا حاجه جديده لانها حاسه بالملل. وبتسمع صوت جاي من بعيد، وبتشوف ان في بنت صغيره راكبه عجله وبتمشي عشان خايفه من شكل البيت. وبوجزل بيركب الصاروخ وبيلف بيه حوالين البيت. وجوميز بيزعق له، بس الولد بيحدف عليه قنابل. وجوميز بيزعق له عشان مش بيتمرن للحفله، وبيفهمه ان اليوم ده مهم عشان ينضم لعيله ادمز. وبيقول له ان اليوم ده العيله كلها بتتجمع وبيشوفوا اذا كان ينفع ينضم ليهم ولا لا. وبوجزل بيقول له انه مش بيحب المبارزه بالسيوف، وبيحب القنابل والمتفجرات عشان حديثه وممتعه. وجوميز بيقول له ان المتفجرات ممنوعه وبياخدها منه. وبيفهمه ان العيله كلها ما شافوهمش من 13 سنه، وكلهم جايين عشان يشوفوه وهو بيبارز بالسيف. وجوميز بياكل. مارتيسيا بتساله على المكان اللي هيناموا فيه العيله في البيت عشان عددهم كبير قوي، وبيقول لها انهم ممكن ينظفوا الحديقه ويخيموا فيها كانها مخيم صيفي. وبيدخل عليهم فاستر ده يبقى اخو جوميز، وبيرحب بيه جدا. وبيقول لمارتيسيا انه طلب من اخوه يجي هنا قبل الكل علشان يعلم بوجزل المبارزه. ومارتيسيا بتقول لجوميز انه لو كان عرفها انه جاي كانت حضرت المكان اللي هينام فيه. وفاستر بيقول لها ما تقلقيش، انا كده كده هنام في اخر دور في البيت. وبوجزل بيلعب مع الاسد كانه حيوان عادي. وينزداي بتسال مامتها هو ايه اللي بره البيت عشان سمعت صوت جاي من بره. ومامتها بتقول لها مفيش حاجه عايشه بره البيت وانها بتتخيل بس. وبتسالها هم ليه مش بيخرجوا بره البيت مع ان عمها جاي من مكان تاني. مامتها بتقول لها انها لما تكبر هتعمل كل اللي هي عاوزاه. ولاريتشي الزومبي بيدخل المطبخ وبيشوف في التلفزيون واحده بتتكلم وبتقول انها بتحول اي بيت قديم لبيت جديد، وبتعرض البيوت اللي حولتها للبيع. وبتقول للمخرج بعد التصوير انهم يزودوا البالونات والاحتفالات في اخر المشهد. وبتيجي بنتها وبتقول لها انها شافت بيت غريب قديم على الجبل. ومامتها مش بتهتم وبتروح عشان تصور البرنامج. وبوجزل بيكون بيتمرن على النشال، بس اخته بتلخبطه وبيروح لها وبيزعق لها، بس هي بتقول له ببرود انه مش مستعد للاحتفاليه. وبتقول له انها هتساعده وعملت له حفره عشان يستخبى فيها. وبتطير بالونه من التصوير لحد ما وصلت البيت بتاعهم. فبتاخدها وينزداي وبتدخل البيت وبتقول لهم ان بوجزل اختفى ومش لاقياه. فبتعرف امها انها دفنته وبتسالها عن البالونه اللي في ايديها، وبتقول لها انها ما تعرفش جت منين بس هي هتحتفظ بيها. وبيبقوا بره البيت وبيلاقوا ورق الاحتفال بيتطاير في السماء. وبيطلع بوجزل من الحفره وبيختفي الضباب اللي حوالين البيت وبيشوفوا مدينه. ومارتيسيا بتكون مش عاجبها المدينه مع ان جوميز بيكون فرحان جدا. وفي نفس الوقت المذيعه بتكون بتصور البرنامج، واول ما بتفتح الشباك بتتخض هي والمصورين وبيشوفوا بيت عيله ادمز بشكله المخيف. وعيله ادمز بيكونوا وصلوا المدينه وبيستكشفوها، وكل الناس بتترعب وبتجري لما بيشوفوهم في الشارع. وجوميز بيدخل يطلب القهوه، والبنت بتخاف منه من الايد اللي على كتفه. وبيطلب القهوه بيروح لمارتيسيا، وبيشوفوا في الشارع مجموعه من الاطفال بيغنوا وبيرقصوا. وفاستر بينضم ليهم عشان يغني معاهم، وبيخرج من الجاكيت بتاعه خفافيش. فكل اللي موجودين بيهربوا، والمذيعه بتدخل عليهم وبتعرض عليهم انها تغير بيتهم زي ما بتعمل في البرنامج، وبتوعدهم انها هتحول البيت، وبتقول لهم انها هتعدي عليهم بكره. وبيرجعوا على البيت وفاستر بيوري البوجزل السيف بتاع العيله، وبيبداوا الطقوس اللي في الكتاب بتاعهم، وده لانه بيقسم انه هيساعد عيلته من اي خطر. وبيديله السيف اللي هيبدا يتدرب بيه الاول. وتاني يوم بتوصل المذيعه للبيت ومعاها كاست العمل، وبنتها بتصور البيت وبتعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي. وبيدخلوا البيت وعيله ادمز بترحب بيهم، وبتتفرج المذيعه مارجل على البيت وبتقترح عليهم الحاجات اللي ممكن يجددوها. ومارتيسيا بتوريهم حفره كبيره جدا في البيت، وبتطلع من جسمها عناكب عشان يقدروا يعدوا عليها للناحيه التانيه. ومارجو والمصورين بيعدوا وهم مرعوبين. وبنت مارجو بتتعرف على وينزداي وبنعرف ان اسمها باركر، وبتستغرب من وينزداي انها مش معاها تليفون. ووينزداي بتضرب عمها بالسهم، وباركر بتحكي لوينزداي عن المدرسه وعن الحاجات اللي ما تعرفهاش.
وبتحكي وهي خايفة منها. وفي نفس الوقت جوميز ومارتيسيا بيعترضوا على الأفكار بتاعت مارجو في تجديد البيت، ومارجو والمصورين بيجروا بره البيت بسرعة بيهربوا لما بيسمعوا الصوت المرعب اللي بيطردهم. وينزداي بتطلب من مامتها وباباها إنها تروح المدرسة اللي بتتكلم عنها باركر، ومامتها بترفض طبعا، بس وينزداي بتقول لها إنها هتروح عشان تخوف الأطفال اللي هناك. وبتروح وينزداي المدرسة والأطفال بيبقوا خايفين منها، وبتشوف بنت متنمرة بتضايق باركر وبتقول لها إنها لو ضايقتها هتشوف الوش التاني منها، والبنت بتخاف وبتمشي، وباركر بتشكرها عشان هي اللي دفعت عنها. وفي نفس الوقت مارجو بتبعت رسالة لكل سكان المدينة وبتخوفهم من عيلة أدمز عشان هي عاوزة تستولى على البيت بعد ما تطردهم. ووينزداي بتعلم باركر انها تعذب الضفدع، والبنات في الفصل بيتفرجوا وهم مرعوبين جدا، والكهرباء بتضرب الضفادع في الفصل وبتحركوا، والاطفال بتتفزع وبيجروا، والمدرسه بتخلص وباركر بتعرض على وينزداي يتمشوا في المدينه. ومارتيسيا بتكون قلقانه جدا في الوقت ده على بنتها، وبتدخل عليهم مامة جوميز وبتقول لهم انها جت على سفينه وسرقت منهم الفلوس بتاعتهم. ومارتيسيا بتستغرب انها جت قبل الميعاد، فبتقول لها ان جوميز طلب منها انها تيجي قبل الكل علشان تساعدهم في ترتيب الحفله. ومارتيسيا بتتضايق من تصرفات جوزها. ووينزداي بترجع البيت ومامتها برضه بتتضايق منها بسبب التوكه اللي حطها في شعرها، وبتطلب منها انها تشيلها، وبتطلع على اوضتها بس مامتها بتروح وراها وبتطلب منها انها تحضر معاها ارواح بعد الاكل. بس وينزداي بتكون بتتكلم ببرود وما بتهتمش باللي بتقوله. وينزداي بتروح تزور باركر في البيت وبيتكلموا على مامتها لما شافت التوكه، وباركر هي كمان بتقول انها نفسها تلبس اللي هي عاوزاه ومامتها ما تجبرهاش على كل حاجه. وينزداي بتوعدها انها تساعدها انها تغير شكلها. ومارتيسيا بتتكلم مع والدتها في الكوره المسحوره وبتشكيلها من بنتها اللي بتتكلم معاها ببرود، بس مامتها بتقول لها انها وهي صغيره عملت زيها بالظبط لما هربت مع البنات بتوع الكشافه. وبنشوف فاستر وجوميز بيدربوا بوكزل، ولما بيخلصوا جوميز بيقول لاخوه ان ابنه فاشل وخايف لانه مش مستعد للحفله، وبوكزل بيسمعهم وبيتاثر بكلام ابوه عنه. ووينزداي بترجع على البيت وبتكون لابسه لبس مختلف، ومامتها بتتعصب عليها بسبب اللبس وبتقرر انها تعاقبها وبتقول لها انها مش هتخرج تاني من البيت. ومارجو بتترعب جدا لما بتشوف بنتها لابسه لبس مختلف ومرعب، وبتقول لمامتها انها هتعمل كل اللي نفسها فيه، ومامتها بتاخد منها التليفون وبتحبسها في اوضتها. ووينزداي بتحاول انها تهرب من البيت بس بوكزل بيشوفها وبيحاول يمنعها، بس بتقول له ان البيت بقى عباره عن سجن، وبتتمنى ليه التوفيق في الحفله بتاعت بكره. وبعد كده بتيجي مامتهم وبتسال بوكزل عن اخته، فبيتوتر وبيقول لها انها راحت لباركر. ولما بتوصل لبيت باركر بيحاولوا يدوروا على التليفون اللي مامتها خبته، وبيدخلوا الاوضه اللي مامتها منعاها من الدخول ليها، وبيحركوا كتاب معين من الكتب وبينزلهم لمكان سري تحت البيت، والمكان فيه شاشات وكاميرات مراقبه بتراقب كل البيوت في المدينه. ومامتها بتدخل عليهم وبتحبسهم في اوضه لوحدهم، والمخرج بيجهز الناس عشان التصوير لاخر حلقه، بس بيتراقب لان عيله ادمز انتشرت في كل مكان. وبيتصل بمارجو بيقول لها على اللي حصل، ومارجو بتبعت لكل السكان رسائل عن عيله ادمز، وبيتجمعوا كلهم عشان يطردوا العيله من المدينه. وفي نفس الوقت جوميز ومارتيسيا بيستقبلوا العيله اللي جت، ووينزداي بتفتح الباب وبتاخد باركر على البيت عندهم، وفي البيت بيكون العيله كلها اتجمعت عشان الاحتفال. وبوكزل بيقف وبيكون متوتر جدا، والاختبار الاول انه يقلد كل صوره في الكتاب اللي معاه، وبيقدر انه يوصل لاخر اختبار بالمبارزه بالسيوف، بس بيقع على الارض وبيفشل وبيتاسف لباباه، بس بابا بيتاسف له انه ما خلاهوش يعمل الحاجه اللي بيحبها. وفجاه السكان بيوصلوا مع مارجو وبيبداوا يدمروا بيت عيله ادمز، وجوميز بيقول لابنه انه يحمي العيله ويواجههم بالقنابل، وبيبدا بوكزل فعلا انه يهاجم الصخور بالقنابل ويدمرها، والكل بيمشي وراه عشان يهربوا من البيت، بس بيتحاصروا بعد ما بتخلص منه الذخيره. ووينزداي بتظهر فجاه وبتخلي الشجره تنقذهم من الانهيار، والسكان في الوقت ده بيكتشفوا ان عيله ادمز مش اشرار، والشرير الحقيقي هي مارجو. ومارتيسيا بتقول لمارجو انها مش هتخاف منها ابدا، وباركر بتقول لمامتها انها تعيش مع عيله ادمز، وبتفضح مامتها قدام السكان وبتقول لهم انها بتتجسس عليهم بالكاميرات. وباركر بتكون بتصور مامتها وهي بتشتم اهل المدينه وبيشوفها كل السكان، والمخرج بيقول لمارجو ان البرنامج وقف بسبب ان المنتج مش عاوز يكمل معاها، والسكان بيتاسفوا لعيله ادمز وبيساعدوهم انهم يرجعوا البيت اجمل من الاول. وبوكزل بينجح في الاختبار لانه انقذ عيلته وبقى واحد منهم. فيلمنا بيبدا بعيله ادمز اللي بيروحوا المعمل العلمي بتاع مدرسه وينزداي بنتهم، ووينزداي بتاخد عينه من مخاط الاخطبوط عشان تجربها على فاستر عمها، عشان فاستر غبي حبتين وهي عاوزاه ذكي زي الاخطبوط بتاعها، وبتنجح فعلا وبيقدر يحل المكعب من غير ما يبص عليه. بس وينزداي بتتضايق لما كل اللي موجودين في المسابقه بياخدوا الجايزه، ومقدم الجوائز سيرس بيعرض عليها التعاون معاها عشان ياخد تجربتها، بس وينزداي بترفض وبتقول له ان ده من اسرار عيلتها، وبيسالها عن عيلتها وبيلاقيهم كلهم حرقوا المكان كله، وبيرجعوا على البيت. وينزداي بتتكلم مع نفسها وبتقول ان كل العظماء في التاريخ كانوا عندهم عقبات، وبتمسك دومي على شكل اخوها وبتتحكم فيه بالسحر. وبيتجمع بوكزل ومارتيسيا وفاستر على السفره، وجوميز بيتضايق جدا لما بيلاقي الرساله من بنته بتقول انها ولا هتاكل ولا هتشرب ولا عاوزه رايهم في المعرض العلمي. وجوميز بيتضايق لما بيشوف ان دي تالت مره وينزداي ما تاكلش معاهم، ومارتيسيا بتقول له انها هتبقى تطلع لها وتتكلم معاها. وجوميز بتجيله فكره انه ياخد العيله كلها في رحله استكشاف عشان يقدروا يبقوا قريبين من بعض اكتر، وبيجهزوا عربيه التخييم والشنط بتاعتهم.
وجوميز بيكون مبسوط انه هيقرب من اولاده، على عكس بوجزل ووينزداي اللي بيكونوا متضايقين جدا. وقبل ما يتحركوا بيجي واحد بينادي على جوميز وبيطلع له هو ومارتيسيا يشوفوه، والراجل ده بيقول لهم ان هو المحامي بتاع العيله اللي في كاليفورنيا، وبيقول لهم ان وينزداي اتبدلت يوم ولادتها مع بنت تانية من عيله ادمز. وجوميز بيضحك وبيحسب ان وينزداي دفعت فلوس للراجل عشان يقول كده لانها مش عاوزه تطلع الرحله معاهم. فالمحامي بيقول لهم ان الكلام ده حقيقي ووينزداي مش بنتهم، بس برضه مش بيصدقوه وبيروحوا يودعوا والده جوميز عشان هتقعد تاخد بالها من البيت على ما يرجعوا. وبيتحركوا هم في العربيه، جوميز بيشرح الخطه بتاعت الرحله، ومارتيسيا بتقول لاولادها انهم لازم يعملوا ذكريات مع بعض قبل ما يكبروا وكل واحد يروح لحياته الجديده. والمحامي في الوقت ده بيكون ماشي وراهم ومعاه المساعد بتاع الرئيس بتاعه اللي بعتهم عشان يجيبوا وينزداي. والمحامي بيقول له انهم لو رجعوا من غير وينزداي هيرفدهم. وفاستر لما بيشوف الميه بيغير مسار الرحله للشلالات عشان من بعد ما اخد العينه من وينزداي بقى بيحب الميه زي الاخطبوط. ولما بيوصلوا للشلالات فاستر ايده بتتحول لايد اخطبوط بس مش بيهتم. وبوجزل بيشوف بنته وبيحاول انه يثير اعجابها بس بتتريق عليه. ووينزداي بتتحكم في الدميه وبتخليه يعمل حركات غريبه وبترميه في الميه. وبيكتشف جوميز ومارتيسيا ان المحامي اللي قابلوه جاي وراهم، فجوميز بيحط بنته ومراته في البراميل وبيرميهم في الميه وبينط وراهم، ووراه بينط فاستر ومعاه المحامي. وينزداي بتستغرب من تصرفات ابوها وبتسال مامتها هل بابا هيموت لانها شايفاه مهتم بيهم ومش زي الاول وعاوز يصنع ذكريات معاهم. وبيركبوا العربيه بتاعتهم وبيمشوا، ومارتيسيا بتحاول تتصل بماما جوميز عشان تطمن عليها في البيت، بس ماما جوميز مش بترد لانها عامله حفله في البيت بتذاكر عشان تعمل فلوس في غياب الكل. وفي الوقت ده جوميز واولاده بيكونوا خيموا في الغابه، وجوميز بيحكي لاولاده قصه مرعبه ومسليه، وبتقلق مارتيسيا هي وجوزها على وينزداي اللي بتبقى مش زي اي بنت في سنها ومش بتتكلم. وفاستر بيحكي لهم عن يوم ولاده وينزداي لما كان عاوز يشوفها في المستشفى، ولما دخل الحضانه لقى اطفال كتير جدا وفضل يلعب بيهم ورجع كل طفل في سريره وسابهم ومشى. ومارتيسيا وجوميز بيتخضوا جدا وبيقرروا يتمشوا ويتكلموا مع بعض. ومارتيسيا بتقول له انها خايفه ما تطلعش بنتهم والمحامي مش هيسكت غير لما ياخدها. وفي الوقت ده وينزداي بتكون بتراقبهم وبتسمع مارتيسيا بتقول ان مهما حصل ما ينفعش وينزداي تعرف حاجه عن الموضوع ده. وفي الوقت ده وينزداي بتكون بتتكلم مع نفسها لان لو ما طلعتش بنتهم هتكون بتبدا حياه حقيقيه مع اهلها الحقيقيين. وبيكملوا رحلتهم وبيوصلوا للشاطئ، وبيقعد جوميز ومارتيسيا بيستمتعوا بالبحر، اما وينزداي بتكون مشغوله في المقالب اللي بتعملها في الناس وبتضايق اخوها بوجزل. وكل الناس بتهرب من الميه لما بيشوفوا زعنفه القرش، بس بيكتشفوا ان ده فاستر اللي بيحاول يلفت انتباه الكل. وبيظهر قريب جوميز اللي بعت له عشان ينضم للرحله ويساعدهم في حل المشكله اللي وقعوا فيها. وبيركبوا عربيتهم وبيكملوا الرحله، وينزداي بتقعد مع قريبهم وبتحكي له انها مش قادره تفهم نفسها. وفي الوقت ده المحامي والمساعد بيكونوا ورا العربيه، وجوميز ومارتيسيا بيشوفوهم وبيقفلوا الابواب كلها. والمحامي بينط على العربيه وبيبص من الشباك، ولاريتش بيضربه من غير ما حد ياخد باله. ومارتيسيا وجوميز بيقرروا يروحوا مكان يهربوا فيه من المحامي، فبيروحوا على المدينه وراحوا المكان فيه مسابقات للبنات، فبيخلي بنته تشارك فيها وبياخد باقي عيلته وبيقول لهم ان هو عنده خطه ومحدش يساله ويمشي وراه بس. وينزداي بتدخل غرفه الملابس بتاعه المتسابقات وواحده بتسالها عن موهبتها. وينزداي بتقول لها انها بتقرا الافكار وبتقرا افكار البنت، والبنت بتترعب وبتجري. اما جوميز وباقي العيله بيدخلوا المسرح عشان يتفرجوا على بنتهم وهم لابسين لبس مختلف. والمحامي بيدخل عشان ياخد وينزداي بس مش بيعرفها من وسط البنات اللي على المسرح. وينزداي بتكون ما بتعرفش تتاقلم مع البنات وبتوقع عليهم البويه، وساعتها المحامي بيعرفها. وجوميز بيقول للاهالي ان المحامي مكتشف مواهب والناس كلها بتجري عليه. ومارتيسيا بتطلب من لاريتش انه ياخد وينزداي على العربيه قبل ما المحامي يشوفهم. وينزداي في العربيه بتطلب منهم يعرفوها ايه قصه الراجل اللي بيطاردهم ده. وجوميز بيكذب عليها وبيقول لها ان ده بياع متجول بيخبط على البيوت وبيبيع اي حاجه. ومارتيسيا بتقول لجوميز انها حاسه ان بنتها مش مصدقه الكلام بتاعه، بس جوميز بيقرر انه يكمل الرحله عشان يقدر يقرب منهم اكتر. وبيوصلوا المكان فيه جبال ومناظر طبيعيه، وفاستر بيدخل الحمام وبيبدا يتحول لاخطبوط. ومارتيسيا بتقول لجوميز انها ملاحظه تغيرات على جسم اخوه بس مش بيهتموا بالموضوع وبيتفرجوا على الاجواء الطبيعيه. وبتوصل طياره خاصه وبتاخد قريب جوميز وبتطير. ومارتيسيا بتدي وينزداي سلسله وبتقول لها انها ورثتها عن امها، والسلسله دي فيها نقطه دم من كل واحد من عيله ادمز. وينزداي بتاخد السلسله وبتقعد تفكر وبتعمل فخ في المحامي وبيقع فيه، وتليفونه بيرن وبتاخده وبتتكلم مع سيرس اللي بيقول لها انها بنته المفقوده اللي فضل يدور عليها في كل مكان لحد لما شافها في المعمل بتاع المدرسه. وساعتها عمل بحث وعرف انها اتولدت في نفس اليوم اللي اتولدت فيه بنته وفي نفس المستشفى. وبيقول لها كمان ان في تشابهات علميه بينهم مش بالصدفه لانها فعلا بتحب العلم وشبهه، وبيطلب منها انها تيجي تعيش معاه. وينزداي بتقول له انها هي كمان لازم تعمل فحوصات
علشان تتأكد إنها بنته. وبالليل والكل نايم وينزداي بتاخد شعر من جوميز عشان تعمل تحليل الدي ان ايه، بس التحليل بيقول إنها مش بنته ومش من عيلة آدمز. وتاني يوم الصبح بتصحى مارتيسيا بتدور على وينزداي في العربية ومش بتلاقيها، وسايبه لهم رسالة بتقول لهم إنها مش بنتهم وما يدوروش عليها عشان هي بتسعى للحقيقة. وبوكزل بيفرح جدا لأنه بقى هو الابن الوحيد لعيلة آدمز. وفي الوقت ده وينزداي بتتكلم مع لاريتش وبتقول له إن هو كمان لازم يدور على أهله زي ما هي بتدور على أهلها، ولاريتش بيقرر يروح معاها. وجوميز وعيلته بيقرروا إنهم يتحدوا عشان يرجعوا وينزداي تاني. ولاريتش ووينزداي بيكونوا وصلوا الطريق اللي هيوصلهم لسيرس اللي بيدعي إنه هو أبوها، وبيلاقوا مجموعة من الناس راكبين موتوسيكلات وداخلين كافيه عشان يرتاحوا من السفر. وبتدخل وينزداي وبتقول للاريتش إنه يضربهم عشان ياخدوا موتوسيكل منهم، بس لاريتش بيعزف على البيانو والكل بينبهروا وبيرقصوا، وبيعرضوا على وينزداي إنهم يوصلوها للمكان اللي هي عاوزاه. وبيوصلوا فعلا لبيت سيرس اللي بيرحب بيهم وبيعرفهم على مراته وبنته اوفيليا اللي اتبدلت معاها، وبيدخلها المعمل وبيعملوا تحليل الدي ان ايه وبتتاكد ان هو فعلا والدها الحقيقي. وبيوصل جوميز والعيله لبيت سيرس وفاستر بيطلب منهم انه يستنى في العربيه عشان تعبان. وبيتقابلوا مع سيرس وجوميز بيقول له انه شافه في المعمل بتاع العلوم في المدرسه وخطط لكل ده عشان يخطف بنته. وينزداي بتوريهم نتيجه الفحص وبتاكد لهم انها بنت سيرس مش بنتهم. وجوميز بيزعل جدا من الكلام ده، وينزداي بتقول لهم انهم هيباتوا هنا النهارده والصبح هتودعهم وداع كويس يليق بيهم. ولاريتش بياخدهم للمكان اللي هيباتوا فيه، وجوميز بيعيط في حضن مراته لانه كده فقد بنته للابد. وبيقابل بوكزل اوفيليا بنت سيرس وبيطلع معاها اوضتها اللي بتكون فوضويه شبه اوضته وبيلعبوا مع بعض. وفجاه وهم بياكلوا بوكزل بيتخض جدا من اوفيليا اللي بتتحول لخنزير، وبيروح لعيلته بسرعه وبيقول لهم ان عيله سيرس في الاساس حيوانات مش بشريين. وسيرس بيظهر وبيأكد على كلامه وبيقول لهم ان مراته وبنته حيوانات وحقنهم بجينات بشريه، وبيعترف ليهم انه زور تحليل الدي ان ايه عشان وينزداي تديله التجربه اللي هو فشل فيها. وبيخرج غاز مخدر وكلهم بيناموا، وبيرجع على المعمل بتاعه وبيلاقي وينزداي عملت له المعادله اللي كان بيفشل فيها، وبكده التجربه نجحت. وبيوري وينزداي عيلتها وهم محبوسين في غرف ازاز، وبيقول لها انه من خلال التعديلات بتاعتها هيحولهم لحيوانات مفترسه، وساعتها الدول هيشتروا الاختراع بتاعه وهيكونوا مشهورين واغنياء جدا. بس وينزداي بترفض الفكره وبتقول له ان اختراعها هو كان تحسين ذكاء عمها، بس مش عاوزه تغير حاجه في عيلتها لانها قبلهم زي ما هم. وفجاه سيرس بيرفض وبيقرر انه يكمل التجربه، وبيطلب من المساعد بتاعه انه يهاجم لاريتش، بس بيتفاجئ ان لاريتش والمساعد بتاعه اصحاب من زمان، فبيضربوه وبيحدفوه على الغرف وبيحرروا عيله ادمز. والماده بتقع على سيرس وبتحول لوحش غريب وعملاق وبيهاجمهم، وقبل ما ينهي عليهم بيجي فاستر اللي بقى اخطبوط عملاق وبينقذهم، وهو بيضربه بيقعوا هما الاتنين من البيت اللي بيكون على المنحدر. بس فاستر بينقذ نفسه وبيكون ساعتها بيحتضر. وينزداي بتحس بالذنب بس بتفتكر ان معاها السلسله اللي فيها الدم بتاع عيله ادمز، فبتستغل الدم وبتعمل تجربه فيها حمض نووي وبتحقن عمها بيه. وفعلا التجربه بتنجح وفاستر بيرجع لحياته مره تانية. وينزداي بتعتذر لباباها ومامتها لانها ما كانتش عارفه شخصيتها وكانت بتحاول تهرب منهم، وباباها بيحضنها باشتياق. وفي النهايه لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشتراك عشان نستمر في كل جديد. انا احمد ويلا، واللي كتب السكريبت ده القائد محمد عوض.